وصفة النهاردة سريعة وسهلة ومنقذة، وأنا بقول عليها منقذة لأن هي تنفع جنب أي حاجة وبتليق على كل حاجة. كمان لو جايلك ضيف فجأة أو زهقانة من الأكل وعايزة تجددي، اعملي البانيه المشوي أو الجريلد تشيكن، وكل التوابل وكل الحاجات بتاعتها متوفرة في كل بيت. تعالوا بقى نشوف عشان نعمل بانيه مشوي أو جريلد تشيكن هنحتاج ايه. معانا 500 جرام فراخ بانيه قطع، تمام، ما تكونش تخينة قوي ولا تكون رفيعة قوي، يعني تبقى وسط. معايا عصير بصلاية كبيرة، تمام، ومعايا علبة زبادي. مفيش عندك زبادي حطي نص كوباية لبن. وتعالوا بقى نشوف ان احنا هنحط عصير مية البصل وفوقها علبة الزبادي وشوية توابل موجودة عندك هقولك عليها، وفي كمان توابل بسيطة مش مهمة قوي فهقولك بلاشها لو مش متوفرة عندك. معانا بقى معلقة صغيرة بهارات فراخ، نص معلقة كاري، نص معلقة فلفل حلو أو بابريكا، نص معلقة فلفل أبيض وتوم بودرة وبصل بودرة والزعتر، والزعتر من الأعشاب العطرية اللي بتدي ريحة حلوة جدا في الوصفة دي. معلقة صغيرة صويا صوص، وده لو مش موجود عندك بلاش. معلقة كبيرة خل، الخل مهم عشان يطري أنسجة الفراخ. ومعلقة صغيرة مستردة، ولو برضو مش متوفرة عندك مفيش أي مشكلة. ربع معلقة حبهان بودر ونص معلقة قرفة ومعلقة صغيرة ملح. خلاص، هنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض، ولما نقلبه ونوصل لخليط متجانس هنضيف عصير نصف ليمونة. هنقلب بقى، خلاص قلبنا، نعصر عصير نص الليمونة، ونجيب بقى الفراخ نحطها على الخلطة الحلوة اللي احنا عملناها دي. التوابل دي يا جماعة ممتازة. وهنقوم مغطينها بقى بكيس بلاستيك، باسترتش راب، بأي حاجة عندك، ونسيبها في التلاجة من ساعة لساعتين قبل ما نيجي نشوي البانيه على الجريل أو على الفحم. مفيش أي مشكلة، هو ينفع كده وينفع كده، تمام. هنسيبها من ساعة لساعتين، وده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة. انا بقى عايزة اعتذر ليكم عن الخطوة دي جدا. الخطوة دي اتصورت وفي الاخر بالليل خالص وانا جاي امنتج الفيديو اتفاجئت للاسف ان الفيديو لونه اسود، يعني اللقطة او الحتة دي من الفيديو ما كانتش اتصورت، فانا اسفة جدا. ان شاء الله احاول اعملها مرة تانية ليكم، بس قلت جمال الوصفة دي لازم ينزل ولازم تجربوها. هنا بقى الشكل النهائي للفراخ البانيه المشوي او للجريلد تشيكن بالشكل الحلو ده. لونها مثالي وطعمها، التتبيلة بالوصفة دي او سوري الوصفة بالتتبيلة دي بالذات هتنبهروا بيها، على ضمانتي جربوها. تعالوا بقى اقول لكم استخدامات الفراخ دي ايه. انا بقى كده مثلا في يوم زهقانه وهفني مزاجي اكل حاجه حلوه، اقوم مطلعه ومحمره، تمام، وحطاها كده مثلا ايه في عيش فينو. طب في غدا وفي يوم زهقانه، اقوم مقطعاها كده مثلا شرايح بالطول بعد ما تتحمر، تمام، واحطها كحشوه مكرونه نجريسكو. ايه تاني جنب بقى؟ ريد صوص، جنب وايت صوص، جنب رز اصفر، جنب رز بسمتي، جنب رز حتى ابيض. هي يا جماعه تحفه. ممكن كمان تعملوا منها كميات وتتبلوها وتطلعوها بقى في اي وقت تعملوا منها كل الوصفات اللي انا قلت لكم عليها دي. جربوها بقى وادعولي. لو عجبك بقى الفيديو اعملي لي لايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بحبكم قوي، استنوني في فيديو جديد، ومستنيه كل تعليق جميل منكم بيفرح قلبي. بحبكم قوي، اكتبوا لي تحت اعمل لكم ايه المرات اللي جايه. مع السلامه.